السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخواتي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الحاجة اللي احنا جبناها والحاجات بالاسعار ونشوف الدنيا عاملة ايه ونشوف حاجتنا النهاردة جبنا ايه. يلا نبتدي بسم الله. اول حاجة بس نشيل الكبدة ديت. انا جبت كبد وقوانص. بسم الله. الكيلو ب100 يا بنات. انا جبت نص كيلو النهارده، عندنا السوق كده يعني فقلت اعمله. الواحد بيجي تعبان طبعا من السوق فما بيقدرش يطبخ ولا يعمل حاجه. بصوا اهيت الكيلو ب100، النص ده ب50 اهيت. نضفها حلوه يعني، يا دوبك اغسلها ونحمرها كده وجنبها بطاطس ولا اي حاجه وخلاص الواحد يعدي يعني اليوم لان مش قادره اعمل اكل. انا ديت النص ب50 كبد وقوانص. تمام. وجبت هنا كمان، تعالوا بقى نشوف في العلب. بسم الله. جبنه، تعرفي الجبنه دي عامله كده اهي، مش قريش يعني، مش جبنه قريش زي اللي بنجيبها. الكيلو ب40 جنيه. جبت نص برضو ب20. اهي، هي طعمها حلو على فكره. تحس ان هي عامله زي الجبنه العجالة كده اللي هي بتاعت المحلات، طعمها جميل جدا. جبت النص ده ب20 جنيه. ماشي. اللهم صل على رسول الله. الطماطم ما هي ب6 جنيه. طماطم رخصت ونزلت ب6. جبت 2 كيلو. حلوة مش وجامدة، مش طرية ولا حاجة، لا حلوة وسعرها بقى حلو صراحة. هي جبت 2 عشان عندي اصلا في الفريزر وعايزة اوسع مكانه كده، فدي السلطة الحاجة بس كده. عندي كتير في الفريزر هفكها معاكم واوديكم تجيبوا برضو ايه عشان نوسع بقى التفريزات رمضان وكده. جبت كمان 2 طماطم. ده فلفل اللي هو الكوبي بتاع الاكل كده. عشان نحشي بقى ولا عملنا بيه بتنجان او عملنا بيه حاجه اهوت. كيلو ب10 جنيه، نص كيلو ب5. بس كده. وجبت حصاله عشان الفضيه تزيد معايا وكده، فساعات بتضيع مني وقلت احطها فيها. مكة وطاقة جايبين حصات لمين كل حاجه، فدي ب5 جنيه. وجبت هنا مقرمشات وجبت لف. ده الكيس ب10 وده الكيس تقريبا ب10 برضو، والله ما انا فاكره. هما الاتنين ب20 جنيه، ده ب10 وده ب10. ماشي. مقرمشات وجبت كده ايه يعني السهرة كده ولا حاجه واحنا قاعدين. ماشي. ب15 عسل، مش عارفه هو قد ايه، قلت له حط له ب15 جنيه اهما عسل اسود. العيال بتحبه. بقى عندي الفراخ البيضة لازم انا احط لها منه على العلف. انتوا اكيد متابعين فيديوهات الفراخ بالذات يعني عشان جميله جدا وبيفتح الشهيه الفراخ يعني حلو جدا. تمام. وايه تاني؟ اللهم صل على رسول الله. جبت الشطه الحمراء دي. اهي عشان نخلل بقى وكده. هي حراقه يعني مش بارده، وده اللي زعلني ان هي حراقه. اهي عشان نعمل بقى مخلل ولا حاجه بتبقى حلوه في التلاجة، لان ما عنديش ريحتها خالص. هفرمها واشيلها في برطمان في الفريزر. ده الكيلو كان بكام يا رب؟ ب12.5 او ب15 تقريبا. ماشي. انا جبت كيلو منها. ايوه كان ب12.5. ماشي.
وهنا برضو جبت السفندي من دوت الكيلو ب5 جنيه. ده يا بنات يعني كان اغلى من كده. انا جبت 4 كيلو منه، 2 و2. بس جميل برضو، يعني بيبقى مسكر عن التاني والولاد بيحبوه. الكيلو ب5، جبت 4 ب20 اهوت. وجبت هنا الفراولة الكيلو ب15 جنيه، جبت كيلو ونص. عصير بقى، سلطة فواكه، اي حاجة تبقى حلوة. ماشي. وده بصل اخضر لا غنى عنه، بحبه جدا. الربطة الواحدة ب2 جنيه اهما، دول ب6 جنيه 3. ماشي. دول بالبتنجان، البتنجان ب5. ب5 جنيه، جبت 2 كيلو. حلو حلو. ده انا جايبه الكبير ده عشان اشويه او حاجه، وفي الصغير زي كده مثلا لو هنقلي منه. جبت 2 كيلو ب10. تعالوا هنا بقى شوفوا ده هشيلهم. النونو بقى انا خلاص هولد اهوت. يعني قدامي شهر كده او شهر ونص بالكتير، انا في الثامن زي الدكتور بقى محدد لي. انا جبت منديل، انتوا عارفين انا حامل في توأم. انا عندي منديل تاني كان مكان مكة فيه او كده، يعني بيربطوا بيه راس العيل او وسطه او كده. فانا جبت واحد على الواحد اللي عندي. انا اصلا مكنتش يعني هجيب حاجه اصلا من دي، بس لقيتهم قدامي. وجبت فاميلتين من دول اللي هما القط دول، جبت برضو منهم 2 اهمت. الواحده ب10 من دي، الواحده ب10 جنيه. جبت الاتنين دول، والمنديل ده ب7.5. ماشي. المنديل ب7.5. هيبقى نجمع لكم بقى حاجه الولاده ديت واعمل لكم فيديو لوحده كده. انا لما لقيتهم قدامي قلت هجيب منهم، يعني مش هيخسروا. وده كرس اللي هو الكبير بتاع الولاده وكده، جبت برضو واحد. يعني هي حاجات اصلا مش في التسويق وكده، بس انا قلت اجيبهم مش هيخسروا يعني، وحاجه هتعدي برضو. هنا جبت البسله 25 جنيه. بس مليانه وجميله خالص، ب25 يا بنات. حلوه ومليانه مش فاضيه. جبت كيلو. وهنا بصل، البصل اللي هو الابيض دوت، يعني هو ده يعتبر اللي بقى موجود اصلا، ب15 جنيه. جبت كيلو. شال الله يعني. ماشي. ودي بهارات فلفل وبابريكا بس، عشان ده اللي كان ناقصني يعني. ماشي. وهنا جبت بتاع فاصوليا، لقيتها خضرا وحلوه كده، جبت نص. انا مش هنعملها، انا هنفرزها يعني عشان ايه لرمضان وكده، نحطها في الفريز اهي. ب12 جنيه، جبت نص ب6. بس خضرا وحلوه يعني، ما هيش ناشفه. لقيت فاصوليا كتير بس ناشفه يعني، دي لقيتها خضرا حلوه. المهم جبت نص كيلو. ماشي يا بنات. هنا بقى احنا مصورناش ايه تاني. الجزر. الجزر كيلو ونص ب10. ساعات برضه بتلاقيه ب5 وساعات ب10 على حسب بقى ايه السوق.
ب10 جنيه الكيلو ونص. ماشي، انا جبت كيلو اهو. ماشي، وهنا الجوافة بس على السنة كده. الجوافة هي جوافة جميلة وريحتها تحفة جدا، بس مش عارفة طعمها ايه صراحة. اهيت الكيلو ب15 جنيه. انا جبت 2 كيلو بس خدتهم على 12 ونص، يعني خدت 2 كيلو بس مش ب15، جبت على 12 ونص. خدت ال2 كيلو ب25. ريحتها حلوة كده وجميلة، يعني ريحتها حلوة خالص، تحس انها جوافة مسكرة اصلا. ماشي، جبت 2 كيلو ب25. وجبت هنا البطاطس، بطاطس هي بصوا، عايزة اقولك حلوة خالص، ب7.5 اهي مرملة زي ما بقول كده، لسه طالعة من ارضها، حلوة خالص. تحمير شيبسي، انا جبت منها قبل كده السوق اللي فات وتحميرها حلو خالص. ب7.5 ديت. ماشي، جبت منها 4 كيلو. وايه تاني يا ربي؟ وجبت بقى حاجات كده للغسيل. ثانية بس اشيل الحاجة دي عشان مفيش حاجة تيجي عليها. جبت هنا معطر ملابس، الكيس ده ب5 جنيه، بس بيخلي ريحة الهدوم في حتة تانية خالص. يعني المعطر ده انا مش بستغنى عنه خالص 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 في الغسيل، تحفة يا بنات. انا جايباه عشان اغسل بس الدفايات والمفارش السراير وكده. ده ب5 جنيه. جبت معاه كيس اوكسي اهوت، ده معروف برضو ب5 جنيه. جبت الصابونة دي برضو ب5 اهي، بالليمون ريحتها حلوة برضو، يعني حلوة، ب5. جبت كيس الشاور دوت، عايزة اقول لكم تحفة 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 تحفة. ده ب10 جنيه. ممكن يقضي اصلا اكتر من اسبوع، والنقطة منه بتعمل مفعول جبار صراحة. غنينا على الصابون والله، بحط في السبنسر وبنغسل منه ايدينا مثلا، وشنا كده بيبقى حلو قوي وريحته حلوة يعني. بنستحمى منه طبعا. بس بص تحفة، ب10 جنيه. تمام، انا ما جبتش منظفات يعني، بس هما دول اللي انا محتاجاهم النهارده عشان هغسل زي ما قلت لكم المفروشات وكده، فقلت اجيب بقى حاجتي معايا بالمره. وهنا مكرونه، جبت 4 كيلو شعريه. ماشي، ب5. وجبت نص مكرونه مشكل عشان مكة عايزه كشري، جبت نص مشكل كده. مبسوطه عايزين كشري فاعمل لهم كشري. نص مشكل اهوت بنص ب10. المكرونه البسيطه هي جبت كيلو، ومش عارفه هي دي اسمها ايه اصلا. الكيس اتفتح كمان، يلا ما علينا. ده كده مفضيه في العلب. جبت كيلو مكرونه سباكيتي. وده كان تقريبا النهارده، في حاجه تاني نسيها؟ مفيش حاجه تاني ودي حاجتي النهارده. مش عارفه صراحه انا صرفت كام، يعني محدش يقول لي كام، عشان والله العظيم ما عارفه انا صرفت كام. لما نقعد بقى ونحسب كده براحتي انا صرفت كام وبقول لكم. لحد عايز يعرف يبصولي في الكومنتات واقول لكم. تمام، بصوا علبة المناديل دي بقول لكم نصي حاجة. علبة المناديل ديت اهيت، ديت ب7.5. انا مش عارفة هي اصلا حلوة ولا لا، فانا جبت واحدة. تمام، البرد ده مخلينا هنموت.
ودي الحاجة يا بنات اهي. تقولوا لي بقى الاسعار عندكم والحاجة كده غالية ولا رخيصة. ده خزين اسبوع طبعا. احنا عندنا السوق هنا كل اسبوع. انا عامة مش بنزل، حتى لو في حاجة مش بنزل غير كل اسبوع، عشان انا مش قادرة اصلا ان انا خلاص بنزل السوق بالعافية. دي الحاجات اهيت. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويفيدكم يا رب العالمين. وما تنسونيش بلايك من عندكم كده، واشتراك في القناة لو مش مشتركة، وفعلوا زر الجرس ليصلكوا كل جديد. وحطوا لي لايكات بالله عليكم، اللايكات بترفع الفيديو وبتوصلوا يعني لعدد كبير. فانا بتعب وبجيب الحاجة وبصورها لكم وبعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، فما تبخلوش عليا بلايك بالله عليكم اهيت. ولو حد عايز فيديوهات معينه زي ما قلت لكم قبل كده، وكل فيديو بقوله لكم اي فيديو معين عايزينه اعمل لكم باذن الله. وشجعوني كده اخوات وحبايبي، شجعوني ويقفوا معايا عشان القناه تترفع كده وتبقى حلوه تمام. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وان شاء الله كان في ناس طالبه مني ميزانيه 200 جنيه في الاسبوع، وفي ناس طالبه مني ميزانيه 500 وكده. ان شاء الله هعمل لكم الميزانيه ديت. نقعد بس كده ونروق ونجيب الكراسه والقلم ونقعد مع بعض ونعملوا الميزانيه. وهنشوف برضو يعني نخليك تلمي حاجتك برضو بقدر الامكان على قد الظروف كده. وانا عارفه الدنيا غاليه ومولعه، وربنا يستر على الجميع يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.